وهي احلى شاورما دايت مسقسه ومظبطه. وهيك صار عنا جاهز. بنعطيها خطوه اختياريه عصره ليمون مشان ما نحط بس رمان لانه فيه كتير سكر. تمام. بنقلها بسم الله. عندي نص كيلو من صدور الدجاج المشفاية من الدهون تماما. هلا بدي اقصهم بالنص، يعني كل قطعة من الصدر بدي افتحها هيك بالنص. يا جماعة هلا لحتى نحن نطالع الشاورما مثل اللي بتكون على السيخ اللي بيسموها جناح الدبور، بدنا نقص كل شرحة بهذا الشكل، بدنا نرققها قدر المستطاع لانه كمان نحن ما راح نستخدم زيوت كتير، يعني تكون هيك. بنقصهم كله على نفس هذا الشكل، وهيك بنكون خلصنا تقطيع. تمام. هلا بدنا نعمل التتبيله. سر الشاورما بالتتبيله تبعتها لحتى تطلع معنا مرتبه وطيبه مثل تبعت المطاعم وتاخذ الشويه المضبوطه باقل كميه من الزيت. بدنا نركز اهم شيء بالتتبيله. خلوكم معي لحتى نحضر. هلا بدي اجيب محضره الطعام يلي عندي، او الهاند بلاندر او الخلاط او اي شيء بتحبوه. تمام. يلي متوفر. بدي اضيف جواتها البهارات لحتى تطلع عنا تتبيله متماسكه، كل الدجاج ياخذ من نفس النكهه، ما يروح شيء لهون وشيء لهون. لا، بدنا تتبيله ظابطه وظريفه، قوام سميك شوي. تمام. لحتى يطلع عنا شيء ظريف. نص معلقه ملح، معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، بابريكا عاديه، بابريكا مدخنه مشان تعطينا طعمه الشوي، نص معلقه قرفه مطحونه. واهم شيء بالشاورما هو الهيل والزنجبيل، بيعطونا نكهه رائعه للشاورما. هي اللي بتميز المطاعم عن بعضها، يعني كل مطعم بيتميز بكميه الهيل والزنجبيل المطحون اللي بيحطوه عن الثاني. نص معلقه زنجبيل مطحون. وهلا هي اختياريه، هي من عندي انا بحب ضيف القرنفل على الشاورما. القرنفل بيعطينا نكهه للدجاج مو طبيعيه. يا جماعه جربوه مع الشاورما. هلا بدي اضيف نص معلقه من دبس الفليفله. تمام. هلا دبس الفليفله يلي عندي سميك كتير، شغل البيت. تمام. فاذا دبس الفليفله يلي عندكم تجاري فبتحطوا معلقه صغيره كامله. تمام. لانه انا اللي عندي بيطعم كتير، فنص معلقه بتكفي. طالما عم نقول شاورما معناتها توم، فبدي معلقه كبيره من توم المهروس او سنين توم كبار. واخر شيء بدي اعصر نص ليمونه عليهم. بدي اضيف فنجان مي صغير. وهلا بضربهم على الخلاط. هلا خلصنا. بنجيب الدجاج يلي قطعناه، بنفضي التتبيلة عليه. بنخلطهم ندعكهم كتير منيح لحتى التتبيلة تدخل جوا الدجاج. هلا بدي غلفهم وحطهم بالفريزر او البراد من ساعتين ل 24 ساعة. هو الافضل نحن نتركهم لثاني يوم لحتى التتبيلة تدخل جوا الدجاج تعطينا طعمة ظريفة. تمام. بس هلا انا رح احطهم ساعتين، ساعتين بكفوا. هلا الشاورما كيف بدنا نعملها؟ ما بدنا خبز، فرح نساوي خبز صاج بس دايت. تمام. فبدكم تركزوا فيها للطريقة كتير منيح لحتى يطلع معكم الخبز كمان مرتب. فنحن نعمل سندويش شاورما شغل مطاعم، مرتبة وظريفة وغير شكل. بس قبل ما نعمل، قبل ما نجهز المكونات، بدي منكم تعملوا لي فولو وتحطوا لايكات للفيديو إذا عجبكم، وتشيروه لرفقاتكم وأصدقائكم يلي عاملين دايت أو يلي مو عاملين دايت. يعني شاورما ظريفة خرجوا الكل يجربها. طيب هلا بدي أجيب طنجرة، أي طنجرة عنا. تمام. بدي أضيف عليها كوب ونص مي. تمام. يعني مقدار 300 مللي تقريبا، 280 مللي، يعني بهالقدر هذا. نضيف عليها معلقة طعام خل التفاح. تمام. بدي احط مقدار نص معلقة صغيرة من الملح، وبدي معلقة من زيت الزيتون. هلا بدي ارفعهم على الغاز. تمام. لحتى تغلي المي، تختلط المكونات اللي حطيتها اللي هي الزيت والخل والملح والمي، يختلطوا ببعضهم، تغلي كتير منيح. بعدها بدي انزل عليهم كاستين من الطحين، كاستين من الطحين الاسمر. تمام. او دقيق الحبة الكاملة هيك اسمه. هذا مسموح استخدامه بالدايت او بالكيتو دايت او بشكل عام نظام غذائي صحي ضمن سعرات محسوبة يعني. طبعا يا جماعة رح تلاقوا كل القيم الغذائية اللي عم نعملها بأي فيديو موجودة بالديسكريبشن بصندوق الوصف تحت. كل القيم الغذائية من بروتين لسعرات حرارية لكربوهيدرات لدهون صحية،
كله موجود تحت. فقرة أول مشان تعرفوا تدخلوها ضمن نظامكم الغذائي. هلا بدي انزل الطحين الاسمر فوقهم بعد ما غليت المي. تمام، نتاكد انه المي عم تغلي كتير منيح، يعني البخار طالع منها. ومنحرك بحيث تلزق المي بالطحين، يصير عنا خليط، يصير عنا عجين. تمام، اذا لقيناها شوي معلقه معنا بعد مدة من التحريك فمنضيف لها شوية مي، لأنه نوعية الطحين تختلف من نوع للتاني. هلا مثل هاي شايفة شوي عم تعلق وعم تلزق بالطنجرة، فبزد لها شوية مي. وهيك بنكون وصلنا للقوام المطلوب. تمام، بناخذها مثل ما هي وساخنة وبدنا نعجنها. هلا بعد ما حطيت العجينة هون بتركها يعني دقيقة دقيقتين تبرد شيء بسيط، لأن بدي أعجنها هي وساخنة. هلا بنلم العجينة على بعضها وبنعجن وبندعك كتير منيح، بنحس هيك كتفنا رح يطلع من محله. طبعا اذا حسيتوها عم تلزق معكم لا تضيفوا لا مي ولا طحين ولا زيت ولا اي شيء، عادي طبيعي تلزق. احنا كمان عم نشتغل بدون خميره وبدون زيوت كتير وبدون طحين ابيض، فعادي تلزق عنا. شوفوا يا جماعه ما شاء الله صارت غير شكل، طريه وملسه. وقادرين هلا بدنا نعملها بشكل طولي حتى اقطعها بشكل متساوي، يطلع كل رغيف نفس حجم الثاني. هذا الشكل قبل ما نقطعها لازم تكون هيك ملسة وظريفة، وهيك بنقطعها أحجام متساوية. طبعا هلا بدي احطهم يعني كل قطعة بقطعتها بدي افردها. تمام، مشان ما تنشف العجينة عندي لازم غلفهم بأي شيء. هاي الخطوة كتير مهمة يا جماعة، إذا تركتوه برا بتنشف العجينة، لازم يتسكر وتضل بالدفى. نسحب قطعة قطعة. بنجيب رشة طحين بنوزع على كل الاتجاهات، وهي قطعة العجين عندي وزع بهذا الشكل، هيك بخليها تاخذ طحين من كل الأماكن قبل ما أبلش مدة. أعطيها هيك ضغطتين. بس شفناها لزقت نقلب على الجهة الثانية. نحاول نمد يعني تطلع معنا من كل الاتجاهات متساوية. طيب هلا حتى شكل الرغيف بدي اجيب اي شيء، سكينة، قطعة بيتزا، يعني بيكون كتير ممتاز اذا بيكون عندنا قطعة بيتزا. بنقص الاطراف بحيث يطلع معنا رغيف دائري. مم. هيك بهذا الشكل. طبعا هدول الزيادات يلي قصيناهم بنحطهم على طرف. اخر شيء اللي بيطلعوا معنا من كل القطع بنجمعهم بنرجع بنعمل رغيف جديد. اهم شيء يا جماعه انه نغطيهم، يعني لازم يكونوا بالدفى. تمام، لازم نخليهم دافيين، ما نتركهم برا لانه بتنشف العجينه معنا ما عاد تستوي بشكل كويس. هلا رح نستخدم مقلايه ما بتلزق. تمام، ما بنحط معها اي نوع زيت، لازم تكون شغاله لمده 3 4 دقائق على اقل من النص. اقل من النص بشيء بسيط الحراره. نستنى عليه دقيقة دقيقة ونص وبنقلبه على الجهة الثانية، وعلى هذا ومثله. يعني بياخذ معنا الرغيف تقريبا 3 4 دقائق، ما بياخذ أكثر من هيك. هلا بنقلب على الوش الثاني. وهيك صار عنا جاهز. هلا بعد ما مرق ساعتين على الشاورما طلعتها من البراد، بدي احط على مقلاية حامية مقدار معلقة زيت زيتون. أهم شيء ننزل بالدجاج على المقلاية تكون حامية ساخنة كتير منيح. تمام، نسمع صوت اللدعة، صوت الشوي. ما بنحرك الدجاج، بنتركه شوي لحتى يصير لونه اصفر من فوق، يعني عم ياخذ تسوية من فوق. تمام، بهذا الشكل هيك بنستنى عليه كمان شوي بعدين بنعطيه تخريطه. شايفين اللدعة يا جماعة؟ هاي اللدعة اللي بدنا نوصل لها. طبعا ما بنغطي الدجاج، في ناس بتغطي الدجاج، هذا الحكي ما بيصير.
الدجاج بس تغطى بصير عنا مطبوخ، مانو لا شاورما ولا دجاج مقلي ولا دجاج مشوي. تمام. نتركه يطلع منه البخار، بنفس الوقت يضل فيه شوية طراوة بسيطة من جوا. هلا بدنا نعمل احلى سندويش شاورما. طيب هاي خبزاتنا، هاي الشاورما، ناقصنا شغله اللي هي المايونيز. رح نعمل مايونيز سريع كتير اللي هو التوميه او كريم توم حسب شو بتقولوا له. عندي 100 جرام لبن او زبادي خالي الدسم. تمام، يعني مقدار 3 معالق كبار. بدي اضيف عليه يعني مقدار معلقه صغيره مايونيز لايت. بدي عصير ليمون، ملح، نص معلقه توم او سن صغير من التوم، بنخفق. وهيك بنكون عملنا احلى واسرع توميه بدون اي نشويات وبدون صعوبه وسهله جدا وسريعه. بدي احط ربع معلقه دبس فليفله صغيره، بنضيف فوقها معلقه من الثوم وبندهن. بنعطيها خطوه اختياريه عصره ليمون مشان ما نحط بس رمان لانه فيه كتير سكر. تمام. وهلا بناخذها لنعطيها لدعه غير شكل. هلا انا عندي هون المقلايه اللي عملت فيها دجاج. تمام. بدي ألدى عليها السندويشة بحيث يعني تطلع مسقسقة بس على الطريقة الدايت الصحية. وهي أحلى شاورما دايت مسقسقة ومزبطة وغير شكل. نعطيها معلقة كريم توم. قطع شاورما على الوش. بنقلها بسم الله. والله يا جماعة خرافية، رائعة، ما بتفرق عن شاورما المطاعم. جربوها، اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، عم استناكم.